الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم وبرنامجكم 3 دقايق مع حموكشة، واستكمالا للعروض اللي احنا بنتكلم فيها والمواضيع الجميله اللي الناس بدات تتفاعل معانا على صفحتنا على حموكشة سبورت تي في وعلى اليوتيوب حموكشة سبورت تي في. النهارده بنستكمل في موضوع جديد، موضوع يهم كل اولياء الامور والناس بشكل عام. النهارده بنتكلم على الجيم، وطبعا النهارده بفضل الله بنصور في H2O جيم في مدينة العبور، وبنتكلم على حاجة مهمة جدا مع الناس كلها. امتى ادخل ابني يتمرن في الجيم، وامتى اوصل للفورمة الرياضية اللي انا عايز اوصل لها، وهل الجيم بيساعدني في ادائي للتمارين الرياضية سواء بلعب العاب جماعية او العاب فردية، ويعني ايه التغذية الصحيحة اللي بعد التمرين وقبل التمرين وليلة التمرين. كل الكلام ده يعني أسئلة بتتراود في ذهن ولي الأمر سواء أب أو أم، وكمان حاجة بتهم الأسرة المصرية. عايز أخس إزاي وأعمل إيه وأتحرك إزاي. طبعا عشان ما أطولش على حضراتكم، أنا النهاردة في موقعنا أو في لوكيشن تصوير النهاردة في H2O جيم فرع العبور. بيسعدني ويشرفني إن أنا بستضيف الكابتن محمد هنداوي، الهيد كوتش ل H2O جيم فرع العبور. اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك، شرف لينا اكيد والله، وبنور حضرتك وحضرتك منور الدنيا كلها. ربنا يخليك كابتن. طبعا انا بسعد بوجود حضرتك معايا، وما شاء الله يعني قبل التصوير كنت بتكلم معاك كده في بعض الامور، وزي ما حضرتك شفت في المقدمه بنتكلم على الحاجات اللي بتهم ولي الامر. انا عايز اوصل معلومه كويسه. ابني يعني من سن كام يبدا يتردد على الجيم؟ اولا هي السن المناسب لاي حد ان هو يقدر ينزل الجيم فهو بيكون من سن 12 سنه. بس طبعا احنا عارفين لكل قاعده شواذ. في اوقات تانية يقدر لو البنيان بتاعه يستحمل انه ينزل جيم، فاحنا ممكن من 10 سنين كمان ينزل جيم. بس طبعا بيكون ليه بروجرام مختلف شويه عن سن ال 12 سنه، سواء بنت او ولد او بنت او ولد. ده طبعا ما بيفرقش الموضوع في موضوع البنت او الولد، ببس بيفرق في موضوع الاهتمام بيه. طبعا سن 10 سنين بيحتاج اهتمام اكتر من سن 12 سنه، علشان خاطر طبعا ما نأثرش على البنيه بتاعتهم، ويكون الموضوع طبعا احسن، او ان احنا نقدر ان احنا ناخد الاستفاده الكامله منه. فبيبدا ان هو يكون ليه بروجرام مختلف ممنهج ان هو يشتغل على اللياقه البدنيه بتاعتهم اكتر ما يشتغل على القوه او الاسترنس عامه. ده بالنسبه للسن. بس من 12 سنه بيكون الموضوع طبعا احسن، لان بيبدا الطفل او الشاب في سن 12 سنه ان هو يؤدي احسن مع المدرب، فبتبدا ان انت تاخد منه استفاده اكتر، بتبدا ان تعرف تشتغل معاه على السترينث، على الانديورنس، على الاجيليتي والموبيليتي بتاعه، قوه التحمل بالعربي بقى عشان برضو يبقى قوه التحمل بتاعته. بالظبط، قوه التحمل بتاعته بتكون احسن، وفي الاستجابه بتاعته اسرع. الرشاقه والمرونه بتاعته بتكون احسن. بيبدا ان هو يستوعب معاك الموضوع اسرع. وطبعا كل لحد 16 سنه بيبدا ان انت لازم أن تكون مهتم بموضوع الرياضه اكتر، لان ده السن اللي الطفل بيتعلق فيه باي حاجه من اللي حواليه. فان هو يتعلق بالجيم بيكون افضل كتير قوي من ان هو يتعلق باي حاجه تانية، طبعا ما تكونش في صالحه على المدى البعيد. فدي تكون مهمه جدا. دي طبعا معلومه طبعا معلومه مهمه جدا. كابتن محمد بشكرك على هذا اللقاء، ونستكمل المواضيع تاني في حلقات تانية. اعزائي المشاهدين والمتابعين، طبعا معلومه مهمه جدا. اول خطوه من خطوات الالتحاق بالجيمات عمر 12 سنه زي ما الكابتن قال، وبيبقى فيه حاجات اوت اوف رولز يعني، او خارج القواعد المتعارف عليها، بيبقى ممكن من 10 سنين. تابعونا على حموكشة سبورت تي في. كان معكم احمد حموكشة، ومعلومه جديده، معلومه تهمك. شكرا لكم والى اللقاء. هذا البرنامج برعايه